لي يا ممتازة. ايوه. هو الواد الفران اللي كان اتكلم على فكيهة ما ردش تاني؟ ما ردش، عمو حس بيه لهفوا لبنته. بركة يا جامع. ربنا يوفقهم. طب وانتي بقى بتسألي ليه يا خالتي سكينة؟ لقيتي عريس لفكيهة؟ وش معنى يعني فكيهة؟ هو الحاضر مش أولى من الغايب؟ وبعدين يا بيت ولا حاجة، بس الكلام بياخد ويدي. العريس اللي عندي مش زيه، راجل كبير ومتجوز ومراته ولية كبيرة، يعني منها ضرة ومنها حما. إنما فكيهة البنية منكسرة زي ما انت عارفة ويتيمة، وبتقول يا رب الستر النهاردة قبل بكرة. انت ربنا يحملك أبوكي وأخوكي. وانا كمان مش هنساكي. تعيشي يا خالتي. ومين العريس ده بقى يا خالتي سكينة؟ عمك مدبولي. ايه؟ عم مدبولي جوزك؟ وبتخطبي له؟ طب دب صباعك في عينيه، اطبقي بايديك على زمارة رقبته. شوفي يا اخت الراجل الشايب العايب. ولا عيب ولا حاجة، انت اللي بتقاصر لسه مش فاهمة الدنيا. ومش عايزة افهمها. بس يديك ربنا طول العمر ما يحكمش. ايش قولك يا فكيهة؟ والله يا ست سكينة، والله دي حاجة تحير. يهو تحير في ايه بقى؟ عمك مدبولي راجل قيمة، عاقل وموزون ويهمه بيته وكسيب وبيصرف وعينيه شبعانة وعشري وابن ناس ما تطلعش منه العيبة. ليا معاه 20 سنة والله اكتر ما غلطش في حق غلطة واحدة، ومحافظ على وقته وصين صحته. انا ما بقولش حاجة، بس انت يا ست سكينة. مالي انا؟ ايه اللي مخوفك مني؟ انا مش خايفة منك، انا خايفة عليكي. من ايه يا ضنايا؟ غير منك؟ انا بحبك يا بنت ومربياكي وافرح لك. انا ما بقولش حاجة، بس يا ست سكينة يعني يمكن ايه يا بنت؟ يمكن اجيب عيل بصحيح. يهو امال احنا واخدينك ليه؟ ما هو دلوقتي شيء وساعتها شيء تاني. طب ما تخلينا حبايب كده احسن يا ست سكينة. ليه؟ خايفة لا اكره العيل؟ لا مش تكرهيه، بس يمكن يعني تتضايقي منه، برضو العيال ليهم رزالة. كنت اتضايقت من رزالتك ولا غلست ممتازة ولا عيال الجيران والحبايب والقرايب اللي اهاليهم كانت بتحدفهم في حجر ويمشوا تقولش مدرسة حضانة؟ ومين ينكر خيرك انت يا ست سكينة يا ام الحتة كلها، بس الحكاية اللي انت جايالي بيها دي مش داخله مخي ابدا. ليه؟ انا ما شفتش بس لسه واحده بتخطب لجوزها. ده غيري كان يمكن يقول دي خزينه وبتبدريها. اطم بوزك. خلاص يا بت، خدي يا بت القرشين دول، خدي هاتيلك هدمتين علشان تغيري وتتحضري كمان يا ست سكينة. ولسه لازم يجيب لك شبكه ويدفع لك مهر كويس، دول من عندي لاجل ما تلبسي يمكن يشوفك. يا ريت كل الضماير زيك كده. ضماير ايه؟ ده انت زي بنتي. ما تزقطتي امال يا فكيهة، ده انت دخلتك بكره. يا ريتها كانت خرجت يا شيخ. ليه بقى؟ المعلم مدبولي وحش؟ ما كنت تاخديه انت. هم طلبوك انت. ايوه يا ستي عشان حيطه مايله. ما تقوليش كده يا شيخة، دي خالتي سكينة بتحبك قوي. ما هو ده خوفي، ما هو لو كنت هاخد المعلم مدبولي لوحده كانت تبقى مبلوعه، اللي هتجوزه ومعاه ست سكينة. وهي هتعمل فيك ايه بقى يا اختي؟ اللي هيقدرها عليه ربنا. شوفي انت بقى لما تكون هي صاحبة الفضل والايادي البيضة وانا اللي اسرت المعروف والمروءة. ولا معروف ولا حاجة، دول هم اللي محتاجين لك، عيشتهم بقت نكد من غير خلفة، وانت اللي بكرة هتفرفشيهم. ومين يضمن؟ مش يمكن اطلع على رخرة زي خالتك سكينة؟ يبقى ازاي الحال بقى؟ يبقى الدور جه عليا انا. ايه والنبي يا اختي انت رخرة، قومت في اللمبة خلينا ننعس. انتظرناكي في السبوع ما جاتش يا ممتازة. ايه حاجة؟ ولا حاجة يا خالتي سكينة، بس كانت راسي بتوجعني. لا يا اختي سلامة راسك، اوعي الظن ان انا كنت ناسياكي يا ممتازة. صحيح يا خالتي، جبتي لي حمص. حمص ايه؟ جبتلك عريس يا اختي. والنبي يا خالتي سكينة بجد وحياة عيونك، وبكره هيروح يقابل ابوكي وشافك وعارفك وله غرض، بس كان هايب. هايب؟ وهايب ليه بقى؟ هيقابل عفاريت؟ الخايف من الكسوف، اصل قرشين اللي حيلته خلصهم، حطهم في الدكان وفتح سروج على الناصية. اللي اسمه فتحي؟ هو اسمه فتحي،
لكن انا بقول له يا سي عبد الفتاح. تسلمي يا خالتي سكينة. بس بيقول يعني ما فضلش معاه نقدية يدفعها مهر غير 50 جنيه. قلت له عدلين، ودول ناس عقلة وأصلة ما بيبصوش للفلوس وبيشتروا الراجل. هم قالوا لك كده؟ مالكيش دعوة انت، انا اعرف شغلي وياهم. طب وبتحكي لي انا ليه؟ مش برضه خد رأيك، انا كنت جايبه لك صورته علشان اوريها لك، فاكره انك مش عارفاه ورجعتها له تاني؟ انت هو انا انتقلت من مطرحي؟ يعني لسه معاكي؟ يا اختي معايا اهي اهي. وريني. عاوزه تشوفيها؟ اهي وريني اهي. يا اختي ماله كده؟ ماله يا اختي؟ ده حلق شعره نمرة 1. يا دوب طالع بالعسكريه. وايه اللي لابسها في ايده دي؟ ساعه يا اختي، ساعه. امه اشترتها له وهو رايح الجيش، قدامي ب20 جنيه، ابقى اخدها لك منه. اعمل بيها ايه دي واقفه؟ ايش عرفك بقى؟ طب حطيها كده على ودنك، مش هتلاقيها بتقول تك تك تك؟ يوهو، بكره يا اختي اما تلبسيها يا ما تقول. اهي ليل ونهار على الحلادي، جوزها طوله شبرين. تكونش زعلتها بكلمة ولا حاجة يا مدبولي؟ انا بزعل حد يا سكينة؟ بس دي يعني عيلة وعقلها برضه لسه صغير. ايوه وديكي شايفاني بدلع. ابقي خليني كده في ساعة برا واسأليها، يمكن تكشفك انتي. حاكم انتوا يا حريم لكوا يا بعض سر، ما يبقاش قد السر اللي بين الراجل ومراته. اسألها انت. ما انا سألتها بدل المرة 10. اسألها كمان.